بيبدأ الفيلم بجاكي كيرك، ودي كانت نجمة سابقة لمسلسل مراهقين مشهور اسمه نيوترينو. وهي من طفولتها يعني، والاضواء كلها عليها وكبرت وهي نجمه بجد. بس هي دلوقتي عايز تهرب من عالم الشهره والاضواء ده وتعيش حياتها كانسانه طبيعيه. عشان كده قدمت في جامعه في مدينه اسمها بلومينغتون، واختارت تدرس ادب انجليزي وعلم نفس، سكه مختلفه خالص عن التمثيل والحاجات دي. واول ايام ليها في الجامعه تحديدا ما كانتش سهله خالص، كان طلبه كتير كده وبداوا يتعرفوا عليها ويتعاملوا معاها انها ايه، يعني هي النجمه بقى اللي رسمه نفسها وحاجات زي كده. وفي برضه منهم شويه كانوا معجبين بيها، وشويه شايفينها مجرد واحده مغروره وبتتنك عليهم. وجاكي كانت بتحاول تمشي شويه جنب الحيط كده وتتجنب اي كلام عن الماضي. وفي يوم كده في المحاضره سمعت زمايلها بيتكلموا عن كاثرين ستارك، ودي دكتوره علم النفس بتاعتها. الاشاعات كانت بتقول لك انها بتدخل في علاقات مع الطلبه بتوعها شمال، وفي الاخر بتسيبهم، والطلبه دول فجاه بيختفوا، الله اعلم بقى بتقتلهم ولا بيحصل ايه. وجاكي افتكرت انها شافت البنت دي في مكتب العميد تحديدا وهي بتقدم الورق، بس ما لفتش نظرها او ما ركزتش قوي يعني. وتاني يوم وهي واقفه في الممر كده او الكوريدور، جاكي شافت كاثرين دي شايله كومه كتب وعرضت عليها تساعدها. قالت لها ممكن اساعدك عادي. وراحوا المكتب فعلا، وجاكي لاحظت حاجه غريبه على الرف، وكاثرين بدات تشرح لها ما تستغربيش. قالت لها ده جهاز علاج بالصدمات الكهربائيه، انا يعني عشان قديمه في الشغلانه وكده فده بنستخدمه في العادي، انما انت لسه تلميذ. فضحكوا شويه كده، وجاكي حست شويه انها مش مستريحه بصراحه، وقالت انا لازم امشي. كاثرين فضلت تبص عليها وهي ماشيه بنظره فيها شويه لعب كده او اعجاب. وخلال المحاضره البنات كانوا بيتكلموا عن حفله جايه هتحصل في الكليه. فجاه كاثرين دي دخلت القاعه عشان تحل محل دكتور غايب، والجو فجاه بقى مشدود جدا لان دي الدكتوره اللي سمعتها سابقاها. وجاكي فضلت تراقبها باهتمام وحاسه ان الست دي وراها سر كبير. وبعد كده جاكي شافت كاثرين تاني، فاقترحت على اصحابها ان هم يعزموها. بس صحابها لا طبعا ملناش دعوه بالدكتوره دي ست مجنونه وملناش دعوه، احنا عايزين ننبسط ولا نعكن نفسنا. وبعد كده بداوا يسرسبوا كده ويسووا جاكي وخلعوا بالمعنى الحرفي. ولما جاكي قررت تقرب من كاثرين، كان في دكتور تاني سبقها، وجاكي وهي بتبص حواليها لقيت الناس بتوشوش عليها وحاسه انها مش مرتاحه، فراحت بعد عن الزحمه كلها. وفجاه كاثرين دي لقيتها وسالتها هو انت مستخبيه ليه، في حاجه ولا ايه؟ وده بينهم كلام، واقترحت فيه كاثرين ان هم ينسوا الاشاعات. تقول لها انا الناس شايفاني دكتوره مجنونه وبعمل علاقات، ما انا عارفه اللي بيتقال، وانت شايفينك نجمه وكده، انسي الاثنين بقى وخلاص. وبداوا يتعرفوا على بعض ويسلموا على بعض بجد. وجاكي اعترفت ان اصحابها حذروها تبعد عنها، بس كاثرين قالت لها لا انا زي ما قلت لك دي كلها اشاعات وكده وراحت مقربه منها وبيساها. وبعدها في نفس الليله كاثرين عزمت جاكي عندها في البيت، وكاثرين كانت رقيقه جدا ووضحت لجاكي ان كل حاجه في ايديها هي، وممكن توقف اي حاجه في لحظه. بس جاكي ما كانتش عاوزه توقف خالص، وكانت حاسه بفضول ورغبه داخلين في بعض. هي حاسه فعلا انها بتحب المدرسه دي، وده سحبها اكتر وخلاها تستسلم تماما لمشاعرها. وتاني يوم الصبح جاكي صحيت قبل كاثرين ولبست الهدوم بتاعتها وسابت لعبه صغيره جنبها كده ومشيت. وبعدين في الجامعه فكرت تكلم كاثرين، بس قفلت السكه قبل ما المكالمه تجمع، تردد يعني. لكن كاثرين هي اللي راحت مكلمها بعدها وقالت لها بقول لك ايه، انت وحشتيني وعازماكي على العشاء. وبعدين القصه تتطور بسرعه جدا. جاكي بقت بتبات عندها كتير جدا عند الدكتوره دي او المدرسه، وبقى يقضوا وقت اطول مع بعض وهم مستمتعين بكل لحظه سوا، والعلاقه عموما بشكل عام وكانت ماشيه بشكل طبيعي جدا. وفي نفس الوقت كانت برضو ممنوعه، يعني مش طبيعي انها ضيق لا بالعرف بتاع طالب ومعلم او ست وست. بس جاكي بدات تواجه تحديات تانية في عيد الشكر. رجعت بيتها كده بس اتخانقت بسرعه مع مامتها اللي مش فاهمه اختياراتها في الحياه عموما من زمان، وهي متضايقه ان كلمه كاثرين وحست ان هي الوحيده اللي هتفهمها، وراحت رايحه لها فعلا وخدتها. وفي الليله دي كاثرين وطت كده وعملوا علاقه تاني في السرير. ولما رجعوا الجامعه زمايل جاكي لاحظوا انها بقت بتغيب عن المحاضرات وما بقتش مهتمه بدراستها خالص. البت دي كانت نجمه وشايفه نفسها، بس على الاقل كانت شاطره عن كده، انها بدات تخيب خالص وبقت بتحاول تمشي بدري طول الوقت كانها عامله او كانها وراها حاجه اهم من الكليه، وعماله تبعد عن الحياه الاكاديميه عموما. وفي ليله كده في بيت كاثرين جاكي سالت السؤال اللي كان شاغلها من زمان. قالت لها كاثرين هو انت عرفتي كام طالب قبلي او طالبه تحديدا، ولا انا مجرد واحده وفي حياتك كده وخلاص؟ كاثرين قالت لها ايه لازمه السؤال ده يعني؟ بصي اللي عايزاكي تعرفيه ان مشاعر ناحيتك حقيقيه وبهتم بيكي بجد، وما تحطنيش بقى في مقارنه مع اي حد ان انا بعمل كده شغلانه، ولا انا شغلتي ان انا اقعد اجيب طالبات احبهم. وبعدين كاثرين ساعدت جاكي في كتابه مقال كده، ولما خلص جاكي ودته لها المكتبه. وكاثرين مدحت شغلها بس قالت بصراحه انت شغلك حلو يا بنتي يا جاكي، انت طالبه ممتازه وبتاع، بس اقترح لك انك تغيري النهايه بس. وبعد كده غيرت مجرى الكلام كله وبدات تنكش في جاكي وتتريق عليها انها بتكون هاديه قوي في وقت العلاقه، وبدات تتحداها بالهزار كده، وقلبوا الكلام اللعبه فيها اغراء شويه. وفي عيد ميلاد كاثرين جاكي خططت له مفاجاه خاصه كده، وعشان هي عارفه ان كاثرين بتخاف من الطيران خدتها وهي مغميه عينيها لمهبط طيران، وفاجئتها انها عامله لها رحله هليكوبتر. كاثرين كانت متوتره جدا بس وافقت، وخلال الرحله كانت مشدوده بس بدات تفك تدريجي كده وهي واثقه في جاكي الطالبه بتاعتها. ولما رجعوا البيت جاكي راحت في النوم بسرعه، وكاثرين وهي فاكره انها جاكي مش سامعاها خلاص ونايمه بدات توشوش لها كده وجنبها وتقول لها انا بحبه. وتاني يوم جاكي جالها تليفون من وكيل اعمالها بيعرض عليها دور بطوله في فيلم اللي هي شغلانتها الاصليه قبل ما تبقى طالبه. في الاول اترددت كده بس في الاخر وافقت تروح تعمل تجربه اداء او اوديشن يعني. وعلى العشاء كده حكت لكاثرين انها جالها دور وبتاع، فكاثرين بدات تقول لها بصراحه انا محبطه من الموضوع بس ابقى فرحانه لك طبعا. قالت لها مش باين عليك انك مبسوط. وبعد كده في الكريسماس جاكي سافرت فعلا تعمل الاوديشن ده وتجربه الاداء،
وعملت اداء حلو كمان، واتاكدت انها عاوز ترجع التمثيل تاني. وفي حفله كده في هوليوود جاكي عرفت الناس على كاثرين بصفتها صديقتها يعني، وبتعرفهم بقى على الوسط الفني وكده على الدكتوره بتاعتها في الكليه. ووسط ما كان جاكي مشغوله في الكلام مع المنتجين، كاثرين كانت واقفه على جنب كده بتراقب، وعينيها كان باين فيها مزيج من الغيره والخوف انها تفقد البنت دي، حياه النجوميه وكده هتاخدها منها يعني. وبعد الحفله اتخانقوا في البيت، وكاسين كانت شايفه ان علاقتهم ملهاش مستقبل طالما هي هتمشي طول الوقت وتسافر وتمثل. فجاكي اقترحت ان هم يحاولوا يكملوا عن بعد، يعني كل فتره كده نتقابل. كاسين رفضت وقالت لها انا متعلقه بيكي ما اقدرش. في لحظه غضب كده قالت لجاكي انت ما تستاهليش اللي انا عملته عشانك ولا المجهود كله. وجاكي حست انها اتوجعت جدا وسابت البيت ومشيت. والتوتر زاد في الجامعه، واحد من زمايل جاكي اتهمها انها بتاخد معامله خاصه من كاسرين دي، وان هو في بينهم حاجه من الاخر، وبدا يحصل خناقه بينهم وكبرت ووصلت للضرب. وفي الليله دي كاسين راحت حفله لوحدها وجاكي فضلت مكانها. بس لما كاسين رجعت ومعاها راجل تاني، جاكي حست بالخيانه، ازاي الدكتوره بتاعتها دي بتخونها مع حد، وردت بانها بدات تلاغي شاب اسمه زاك اللي هي بترد لها نفس المعامله يعني. وتاني يوم لما كاسرين دخلت القاعه، كان الطلبه عمالين يتوشوشوا ورا ظهرها، وفي حد رمى عليها ورقه مكرمشه وهي ماسكه دموعها بالعافيه وبتحاول تحافظ على الهدوء ده. وجاكي كانت بتلم هدومها وقالت انا هرجع هوليوود خلاص. وبعد فتره قصيره الخبر اتعرف بره الجامعه ان الاثنين دول كانوا علاقه، كاسرين وجاكي. وكاسرين اترفضت من الشغل، وبعد فتره القدر جمعهم تاني في المكتبه وقضوا اخر ليله مع بعض، وهم عارفين ان قصتهم دي خلاص في اخرها ونهايتها. فكاسرين فضلت تبص من شباك مكتبها كده على جاكي وهي بتعمل انترفيو مع صحفي. خلاص بقى بقت نجمه ولا ليالي وهيبعدوا عن بعض بسنه الحياه، والاثنين بقوا فاهمين ان كل حاجه انتهت. وقبل ما تمشي جاكي بصت لورا كده وابتسمت ابتسامه خفيفه. ده كان الفيلم يا جماعه. اقول لكم بقى تفاصيل عن الفيلم عشان الفيلم ده انا ما كنتش سمعت عنه قبل كده. الفيلم ده يا جماعه اسمه اولا هو بيحكي عن علاقه طالبه بدكتوره وكده، تمام، ده الموضوع بتاعه. والفيلم اسمه ايه بقى وكل المعلومات دي بقول لكم دلوقتي. الفيلم ده يا جماعه اسمه بلومينغتون، ده كان اسم المكان اللي في الاول، ونزل سنه 2010، وهو اخراج وتاليف فرناندا كاردوسو، او فيلم دوتير يعني، اللي هو مخرج هو المؤلف. ومدته على فكره ساعه وثلث بس. وفي ممثلين عموما معروفين اللي كانت عملت كاسرين ديت وهتشوفوها، بس ما اعتقدش مشهورين بره هوليوود قوي يعني. الفيلم اتصور في امريكا طبعا، في ولايه هناك اللي هي فيها جامعه انديانا دي، وبيعتمد على الاجواء الهاديه والموسيقى التصويريه لو عايز حاجه ريلاكس يعني. الفيلم ده فيلم مستقل يعني، ميزانيته ما كانتش ضخمه زي افلام هوليوود وكده، بس نجح جدا في المهرجانات. وفيلم يناقش فكره الفرق العمري عموما والسلطه، يعني ازاي طالبه ودكتوره يحصل بينهم علاقه او يتعرفوا على بعض، وعالم الشهره برضه في نفس الوقت. الفيلم اتشهر جدا على المنصات ونجح قوي والجماهير اشادوا بيه. وتعالوا بقى لكم تحليل للفيلم كده قبل ما نقفل الفيديو زي ما قلت لكم. بصوا يا جماعه، الفيلم ده التحليل بتاعه يعني لو هنتكلم بعيد عن اي حسبه تانية، بيتكلم عن صراع الهويه، التمثيل والحقيقه. جاكي طول حياتها كانت بتمثل ادوار مكتوبه لها، ولما دخلت في العلاقه مع كاسرين دي كانت لاول مره هي اللي بتكتب السيناريو بتاع حياتها، لانها اكتشفت ان الهروب من الشهره اصعب مما تخيلت، لان الناس لسه بيبصوا لها كنجمه. وده على فكره يا جماعه حقيقي، انت لو كبرت انك نجمه او كده هيبقى صعب جدا تتعامل التعامل الطبيعي يعني. دايما النجم او اي ممثل بتلاقيه بيقول لك ايه، انا بتضايق ساعات لما الناس بتسلم عليا، بس بقول احمد ربنا لان ده لو راح هتتضايق اكتر. وبرضه بيتكلم عن عقده الوحده والسلطه في شخصيه كاسرين. الشخصيه دي سيكولوجيه جدا ومعقده قوي يعني. نمط العلاقات بتاعها، اشاعات ارتباطها بالطلبه بتوحي انها عندها عقده كده في الارتباط بالناس اللي في سنها، وانها بتحب تحس بالسيطره اكتر. وكمان هي خايفه من الفقد طول الوقت، عندها دايما ديفنس ميكانيزم او آلية دفاع، ان هي رغم انها عندها برود ظاهري باين وكل حاجه، بس هي جواها مرعوبه ان حبيبها يسيبها او حبيبتها تسيبها. وفي برضه فجوه السن وفجوه الخبره وفجوه الطموح. وبرضه الجهاز صدمات الكهرباء ده كان يقصد ايه ببدايه الفيلم؟ ظهوره في الاول كان رمز للشراره اللي هتحصل بينهم، او زي ميتافور زي ما بيسموه. ومشهد الهليكوبتر ده كان نقطه التحول. جاكي خلت كاسرين تواجه اكبر مخاوفها اللي هي الطيران، وده خلى كاسرين تفتح قلبها وتقول لها بحبك لاول مره، لانها حست انها سلمت روحها للبنت دي. والفيلم ما خلصش بنهايه سعيده برضه على طبيعه الافلام دي، لانها كانت واقعيه جدا، لان جاكي كان لازم تختار بين نفسها ونجاحها، بين علاقه هتدمر مستقبلها ومستقبل اللي بتحبها. وابتسامه جاكي اللي في الاخر دي هي نضج اكتر من كونها استغناء يعني. هي حست انها اتطردت بسبب العلاقه دي، فمش ترجع تزود الطين بله يعني. اشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر. لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واسيبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده، بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش لكل الناس اللي هم عايزين، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه، تمام.